بيبدأ فيلمنا مع 5 أصدقاء واللي بيكونوا سهرانين مع بعض في حانة وبيخططوا هيقضوا الأجازة دي إزاي وفين. وبنشوف إنهم بيقترحوا على بعض إنهم يسافروا ألمانيا أو أسبانيا. لكن روب، وده بيكون واحد من ال5 أصدقاء، ولا بيقترح عليهم إنهم يطلعوا رحلة مغامرات في جبال السويد. لكن بنشوف إن أصدقائه بيرفضوا اقتراحه جدا ومش بيعجبهم كلامه وبيسيبوا الحانة وبيمشوا. بيفضل روب يتكلم عن رحلة المغامرات في جبال السويد، وبيكون معاه لوك، واحد من أصدقائه اللي كانوا معاه في الحانة. وبيقطع لوك الكلام كده وبيقول له إنه هيروح المتجر اللي في آخر الشارع عشان يشتري مشروبات. وبيقول له روب إنه هيروح معاه، وبيدخلوا كده المتجر وبنشوف إن لوك بيفضل يتكلم عن أصدقائهم وبيشتكي إنهم اتغيروا من وقت ما اتجوزوا وبقى عندهم عيال ومسؤوليات، وبقت قعدتهم كلهم مع بعض مملة وبتاعت مسنين. وفجأة وهم بيتكلموا مع بعض بيبص لوكا كده وبيشوف واحدة ست مستخبية ورا المكتب وبترتعش كده من الخوف، ووشها كده بيكون فيه إصابات. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم 2 حرامية، وبيكون واحد فيهم ماسك موظف الحسابات بتاع السوبر ماركت ده وبيضرب وبيطلب منه الفلوس كلها بتاعت المكان. وبسرعة بيستخبى لوك ورا الرفوف اللي في المتجر، لكن بيفضل روب واقف في مكانه مصدوم من اللي بيحصل. مش وقتك خالص. وفي اللحظة دي بيفكر لوك إنه يضرب الحرامية بالإزاز اللي معاه، لكن بيخاف إن يعمل كده وبيفضل مستخبي في مكانه. وبنروح يا صاحبي كده عند روب، واللي بيكون واقف خايف وبيشوفه واحد من الحرامية وبيطلب منه يطلع محفظته وفلوسه، كل حاجة ليها تمن معاه. هو فعلا بينفذ الكلام وبيطلع المحفظة والفلوس، لكن الحرامي بيطلب منه كمان الخاتم بتاعه. وهو بقى بيرفض وبيبص على لوكو عشان ينقذه، لكن هو بيفضل واقف مكانه مستخبي ورا الرفوف ومش بيساعده. فبيجي واحد من الحرامية ويضربه كده بالسكينة فبيقع على الأرض وبيكون مات. وفي الوقت ده بيكون لوك لسه واقف مستخبي وبيتفرج على اللي بيحصل لروب. وبنروح كده لمشهد جديد، وبيكون بعد 6 شهور تقريبا من الحادث ده، وبنشوف لوك وهو أصدقائه بعد موت روب، وبيكونوا سافروا السويد وطلعوا رحلة المغامرة اللي في الجبال زي ما كان بيتمنى صديقهم قبل ما يموت. وبيقرروا انهم هيقضوا يومين في الرحلة دي تخليدا لذكرى روب. وبيفضلوا كده ماشيين في الجبال لحد ما بيوصلوا لأعلى قمة في الجبل، وبيتفرجوا على منظر الغابة من فوق وبيعجبهم مناظر الجبال جدا. وبنشوف انهم بيحطوا صورة روب والحاجات الشخصية بتاعته اللي كانت معاهم على الصخرة، وبيفضلوا يدعوا له وبيكونوا زعلانين على فراق صديقهم. وبنسمع فال، واحد كده من ال4 اللي هم الأصدقاء، وبيقول إن هو حزين على فراقه وإنه زعلان على الطريقة اللي مات بيها. وبيفتح ازازة مية كده وبيشربوا هم ال4 منها، وبياخدها بعد كده وبيقلبها على الأرض تكريما لصديقهم اللي مات. وبيحط الإزازة الفاضية على الصخرة اللي عليها روب. وبالليل بيكونوا جهزوا الخيام بتاعتهم في نفس المكان عشان يباتوا فيه. وبنروح للوك، واللي بنشوف إن هو كان هادي طول الرحلة بسبب موت صديقه، وبيلوم نفسه إن هو كان السبب في موته. وبيجي هاتش وبيتكلم معاهم وبيقولوا إنه مش هو السبب في موته، وإنها كانت مجرد حادثة مش أكتر. وتاني يوم بيكون في أمطار كتيرة فبيجمعوا حاجتهم كلها عشان يمشوا من المكان. وهم ماشيين بقى بيقع دوم وبتتلوي رجله وبيفضل يصرخ من الألم. وبيقول لهم هاتش إنه قدامهم 14 ساعة هيمشوها في الرحلة، وبيرد عليه دوم إنه مش هيقدر يمشي على رجل واحدة كل ده. فبيقترح عليهم هاتش إنه يختصر الطريق والوقت ويمشوا من طريق الغابة. فبيرد عليه لوك وبيقول له إنه دوم مش هيقدر يمشي على رجله، فبيقترح عليه إن هو يسيب دوم وفال على الجبل ويروحوا هم يطلبوا المساعدات والإمدادات ويرجعوا اليوم تاني. لكن دوم بيرفض إن هو يسيبوه كده على الجبل وبيصمم يروح معاهم. وبيشوف إن الأصدقاء ال4 يا صاحبي بيكملوا مشي في طريق الغابة المظلمة، وقبل ما يدخلوا الغابة بيلاحظوا إن في سيارة قديمة مهجورة، فبيكملوا مشي وبيكون معاهم بوصلة عشان يعرفوا الاتجاهات منها. وبعد ساعات من المشي بيقولوا إنهم جاعوا وبيقترحوا إنهم يقعدوا يرتاحوا شوية وياكلوا في نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه. بيشوفوا كده قدامهم جثة غزالة متقطعة ومتعلقة على الشجر، وبيكون بقية اللحمة واقعة على الأرض ودمها في كل مكان. وبيقفوا كده مصدومين ومرعوبين من المنظر، وبيقولوا لبعض إن ممكن يكون الشخص اللي عمل كده لسه موجود في المكان وبيجي بالليل كده عليهم وهم لسه بيمشوا في الغابة. وبدأ المطر ينزل عليهم وبيكون مطر كتير، فبيقترح عليهم هاتش إنهم ينصبوا الخيام بتاعتهم ويباتوا في المكان ده لحد الصبح وتكون الأمطار وقفت.
وفي الوقت ده يا معلم بيكون مع لوك الكشاف بتاعه، وبيجي النور على الأشجار وبيلاحظوا كلهم إنه في رمز غريب محفور عليه. فبيكملوا في طريقهم وهم ماشيين بيشوفوا كوخ مهجور قدامهم. وفي الوقت ده بيكون المطر بيزيد عليهم، فبيقرروا إنهم يدخلوا الكوخ ده ويباتوا فيه لحد الصبح. وبيكونوا لسه هيدخلوا فبيسمع لوك صوت عواء غريب وقوي زي صوت الكلب، فبيخاف وبيدخل الكوخ. ولما بيدخلوا بيلاقوا إن الكوخ قديم وضلمة وإن فيه رموز غريبة مرسومة في كل مكان زي اللي كانت محفورة على الأشجار. وبيلاقوا بندقية قديمة متعلقة على كوخ، وبيفضلوا يكتشفوا المكان وينادوا على أي حد موجود. وبيكون في طابق تاني في الكوخ، فبيطلعوا فوق عشان يدوروا على أي حد. وهنا بيشوفوا تمثال متعلق شبه الإنسان، وبيكون مقطوع راسه مصنوع من غصن كده أو غصون الأشجار، وبيكون ماسك في إيده قرون غزال. فبيتصدموا كلهم المنظر وبيكونوا مرعوبين. فبنسمع فال بيقول لهم إن دي أعمال السحر يا معلم، وبرغم من إنهم خايفين بس بيقرروا إنهم يتجاهلوا خوفهم ويباتوا في الكوخ. وبنشوفهم بيولعوا نار عشان يتدفوا، وبيقترح عليهم لوك إنهم الصبح يرجعوا تاني من الطريق اللي دخلوا منه الغابة، وإنهم يرجعوا للطريق الرئيسي للرحلة. فبيقطعوا هاتش الكلام كده وبيصمم إنهم يكملوا من طريق الغابة. وبيخلصوا كلام وبيناموا، وبعد شوية بيسمعوا أصوات زئير وعواء غريبة. وبيصحى لوك من النوم مفزوع من الأصوات دي، وفجأة بيتوقف الصوت ده وبيتجمد كل شيء في المكان. وبيحاول يصحي أصدقائه لكن ما بيلاقيهمش بيتحركوا خالص. وبيفتح الباب عشان يخرج، في اللحظة دي بيتصدم من اللي بيحصل. بيلاقي نفسه فجأة داخل المتجر، وبيكون واقف في اللحظة اللي مات فيها روب. وفي اللحظة دي بقى بتوع رفوف في المتجر وبيصرخ لوك، وبيلاقي نفسه مرة تانية في الغابة وبيشوف نفسه ميت وفي ثقوب في جسمه. وبيصحى مرة واحدة بيلاقي نفسه موجود فعلا في الغابة. فبيكون مرعوب من اللي حصل وبيجري بسرعة الكوخ وبيصرخ، وبيصحى صحي هاتش كده، واللي بيكون هو كمان بيحلم بكابوس مرعب. وبيصحى مصدوم لما بيشوف ان بنطلونه مبلول من كتر الخوف. وبيهدي لوك كده وبيقول له ان ده مجرد حلم يا صديقي، يهدى كده ما تبوظش الدنيا. وبيروح لدوم عشان يصحوه، واللي بيتصدموا لما بيشوفوه قاعد في جنب لوحده وبيتعذب وبيصرخ وبينادي على زوجته. وبيعرف ان هو كمان بيحلم بكابوس مرعب. فبيهدي لوك كده وبيقول له ان ده حلم مرعب وان زوجته بخير. وفي نفس الوقت بيبص على الارض بيلاقي كده ان هدوم فل كلها على الارض، فبيجري يدور عليه. فبيلاقيه في الطابق العلوي، وهنا بيقف مصدوم اللي شافه. وبنلاقي فل واللي بيكون من غير هدوم راكع قدام التمثال اللي مقطوع راسه وبيصلي قدامه يا ابن الكفره، وبيكون جسمه كله جروح. فبيصحي لوك وبيقوم مفزوع ومصدوم اللي بيعمله. وايه ده انت في ايه يالا؟ فبيجمعوا كلهم حاجتهم بسرعه وبيقرروا انهم يمشوا من المكان ابن المجنونه ده. ولما بيخرجوا من الكوخ بيشوفوا الرموز الوثنيه المحفوره على الاشجار بقت في كل مكان. فبيخافوا اكتر وبيكونوا مصدومين اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيشوف دوم طريق وبيقرر ان هو يمشي فيه، لكن بيقول لهم هاتش ان في طريق تاني يمشوا فيه، لكن هم ما بيسمعوش كلامه. وبيقرروا انهم يمشوا في الطريق اللي قال عليه دوم عشان يقدروا يخرجوا بره الغابة. في الوقت ده بقى يا معلم بيحكي لهم فيل عن اللي حصل معاه بالليل. فبيتعصب هاتش وبيقاطعوا الكلام وبيقولوا ان هو مش عايز يسمع ولا يعرف ايه اللي حصل، وانهم كلهم شافوا كوابيس مرعبة وهم نايمين. لكن بيصمم فيل على ان في حاجة غريبة بتحصل، لانه استحالة يعمل اللي هو عمله بالليل ده الا لو كان في حاجة غريبة في المكان. في الوقت اللي بيتكلموا فيه بيلاحظ دوم ان في اعمدة كهرباء موجودة على طول الطريق، وهو بيقول لهم انهم خلاص قربوا يخرجوا من الغابة. وهما ماشيين بيشوفوا كوخ تاني لكن بيتجاهلوا الموقف خالص وما بيرضوش يدخلوا فيه. وبيكملوا ماشي في طريقهم وهم ماشيين بيتعب دوم وبيقع على الارض. وبيقول لهم ان هو مش قادر يكمل وبيطلب منهم ان هو يرتاح شوية. فبيرد عليه هاتش وبيقول له انه لازم يتحمل الألم شوية ويكمل ماشي عشان يخرجوا بسرعة من الغابة المظلمة دي. فبيتعصب دوم من كلامه. في الوقت ده بيشوف لوك جسر قريب منهم، فبيقول لهم ان هو هيروح يشوفه واستكشف المكان ويرجع لهم تاني. وبيفضل ماشي وبيدخل جوه الغابة، وفجأة يا صديقي بيشوف مجموعة كبيرة من الحيوانات فبيخاف منهم وبيستخبى وراء الأشجار. وبيرجع كده بسرعة عند أصدقائه، وبيوصل عند أصحابه بيكون مرعوب وبيحكي لهم اللي حصل، وبيقول لهم إن في حاجة غريبة بتحصل وإن الحيوانات دي هتطاردهم. وفي اللحظة دي شاف إن الثقوب اللي شافها في الحلم ظهرت عليه جسمه.
فبيضحك دوم على كلامه وبيقول له ان هو مش مصدقه وانه ممكن يكون اتجرح من الاشجار وهو بيجري في الغابه، وبيكمل كلامه وبيقوله ان هو السبب انهم يسافروا السويد زي ما كان السبب في موت روب. بيتعصب وبيغضب لوك من كلامه وبيتخانق معاه وبيدافعه. فبيقوله كده دوم ان هو جبان وان هو ساب روب يموت قدامه وما قدرش يدافع عنه ولا يساعده. فبيرد عليه وبيقول له انه من اللحظه دي ما بقوش اصدقاء وانه بيقطع علاقته بيه للابد. وبيكمل دوم كلامه وهو متعصب وبيقول لأصدقائه إن روب مات واتقسمت جمجمته نصين، وكان لوك واقف جبان بيتفرج عليه، وخرج من الحادثة دي وهو ما فيهوش أي إصابة ولا حتى نزلت منه نقطة دم واحدة. فبيتعصب لوك من كلامه وبيهجم عليه وبيضربه بكل قوته. فبيقعد دوم على الأرض وبيسيبهم كده وبيمشي، وبيطلع هاتش كده يجري وراه عشان يهديه. فبيسأله لوك إذا كان هو كمان شاف إن هو جبان، فبيرد عليه وبيقول له إن هو ما كانش موجود معاهم وقت الحادثة عشان يعرف إيه اللي حصل ويحكم عليه. فبيسيبه كده لوكو ويمشي ويكمل طريقه في الغابة. وبعد شوية وقت بيروحوا وراه أصدقائه التلاتة، وبتصدموا لما بيشوفوا شيء مدفون كده في الأرض. فبيحفروا الأرض وبيطلعوه وبيكتشفوا إنها خيمة جواها جزمة لشخص وشنطة ظهر وكمان محفظة. فبيفتحوها بيكون جواها صورة عائلية وبطاقة ائتمانية واللي بيرجع تاريخها العام 1984. بيترعبوا وبيخافوا من اللي بيحصل ده وبيقولوا إنها استحالة يعني يخرجوا من الغابة دي على قيد الحياة. وبنشوف إنه هاتش بيحاول يهديهم وبيقول لهم إن هو واثق إن السلطات هتنقذهم ويخرجوا من الغابة دي هم الأربعة. وبيبدأوا كده ينصبوا الخيام بتاعتهم عشان يناموا لحد الصبح. وبيسهر هاتش مع لوك وبيقول له إنه شايف دوم رجله مش بتتحسن وإن فيل مش بخير. فبيرد عليه لوك وبيقول له إنه عارف الحالة اللي هم فيها وإنه شايف نفسه أقوى واحد فيهم. وبيقول له إنه لما يطلع الصبح هيحاولوا إن هم يدوروا على طريق يخرجوا منه من الغابة دي. وبيروح ينام وبيحلم بكابوس وبيشوف روب وهو بيموت. وبيصحى على صوت فيل وهو بيصرخ وبيكتشف إن هاتش مش موجود في المكان. وبيقول له فيل إن هو شاف شيء غريب خاطف هاتش لبعيد إن هو سمع صوته وهو بيصرخ. وفي الصبح بيسمع صوت عواء وزئير ووحش مرعب. فبيروح على مكان الصوت وبيشوفوا جثة هاتش متعلقة على الشجرة ومتقطع منها أجزاء من جسمه. فبيكونوا كلهم في حالة صدمة ورعب وبيصرخ دوم من الخوف والرعب وهو مش مصدق إنها جثته. وبنشوف لوك وهو واقف مصدوم وبيبص كده على جثة هاتش ومش مستوعب اللي حصل له. وبينزلوا جثته من على الشجرة وبيقتنعوا إن هو في وحش فظيع بيطاردهم. وبياخد لوك كده البوصلة من حزام هاتش وبياخد كمان السكينة من جيبه. وبيزعق دوم كده وبيطلب منه إنهم ياخدوا جثته معاهم لكنه بيرفض. وبيدفنوا جثته تحت أغصان الأشجار. وبيكملوا ماشي في طريقهم وبيحاولوا إنهم يخرجوا من الغابة الملعونة دي في أقرب وقت. وبيقول لهم فيل إن المخلوقات الغريبة دي بدأت تطاردهم من بعد ما دخلوا الكوخ. فبيرد عليه لوك وبيقول له إن أنت على طول متعصب ودايما بتشعر بالغضب وده سبب موت هاتش هو الصيادين وإنه مفيش حاجة من اللي أنت بتقولها. وبيطلب منه إن هو يسكت خالص وما يتكلمش تاني في الموضوع لحد ما يوصلوا لطريق يخرجوا منه أحياء. وهم في طريقهم بيلاقوا بركة مية كده وبيكونوا عطشانين فبيشربوا منها. وفي الوقت ده بيلاحظوا إن في آثار أقدام على الأرض بس في طريق عكس طريقهم. فبيتجاهلوها وبيقرروا إنهم يكملوا في طريقهم. وفي اللحظة دي بيكون المخلوق المرعب بيتحرك بين الأشجار وبيراقبهم من غير ما يلاحظوا وجوده. وبنرجع عند الأصدقاء تاني وبنشوفهم هما بيطلعوا التل وبيفقد فيل توازنه وبيقع. وبنشوف كده لوك بيمد ايده كده وبيساعده عشان يقوم. وبعد شوية وقت بيسيبهم يرتاحوا شوية وبيكمل هو ماشي لحد ما بيوصل لقمة التل. وبيشوف نهاية الغابة وبيطلع بوصلة هاتش من جيبه عشان يعرف الاتجاهات. وفي نفس اللحظة بيشوف أضواء في الغابة فبيخاف وبيرجع بسرعة للمكان اللي ساب فيه أصحابه. وفجأة بيشوف فيل وهو بيجروا كده المخلوق الغريب بعيد عن المكان. وفي نفس اللحظة بيرجع لوكو بالذاكرة وبيفتكر اللي حصل لروب. وبيفوق بسرعة لما بيسمع صوت زئير المخلوق. وبيشوف دوم وهو مستخبي ورا الأشجار وبيروح معاه. وبنشوف انهم خايفين من المخلوق الملعون ده وبيقرروا انهم يهربوا من المكان ويطلعوا يجروا بسرعة من الغابة. وفي نفس الوقت بيطاردهم المخلوق الغامض. وفي الوقت اللي بيقرب منهم بيلاقوا نفسهم دخلوا في طريق فيه شموع على الأرض وجثة فيل متعلقة على شجرة قريبة فبيترعبوا أكتر. وبيكملوا في نفس الطريق اللي فيه الشموع وبيدوروا كده على أي مكان يستخبوا فيه. وفي آخر الطريق بيلاقوا قرية صغيرة فيها كوخ. فبيفتحوا الباب وهم مرعوبين من الخوف ومش قادرين ياخدوا نفسهم. وبيقعوا كده على الأرض من التعب وبيشوف لوك قدامه سيدة عجوزة شايفها من ظهرها.
وبتكون واقفة بتصلي، وبيحاول إن هو يقوم من الأرض فبيتفاجأ بإن في حد ضربه في وشه وخلاه يفقد وعيه. وتاني يوم الصبح بيفوق بيحاول ينادي على دوم، بس بيلاقي إنهم متقيدين في الطابق اللي تحت، فبيحاول إن هو يستكشف كده المكان، وفعلا بيقدر يشوف من فتحات موجودة في الكوخ مجموعة من الناس بيقطعوا خشب لعمل مذبحة لإقامة طقوس عليه. وفي اللحظة دي بيتفتح الباب وبتدخل السيدة العجوزة دي ومعاها إبريق كده ووعاء، وبتجبر لوك إنه يشرب من الإبريق ده، وبتنزل القميص بتاعه عشان تشوف الجروح اللي موجودة على صدره، وبتقول له إنها هي كمان عندها نفس الجروح. وفي نفس الوقت بتؤمر الراجلين اللي معاها إنهم ياخدوا دوم لبره. وبيسمع لوك صوت صديقه وهو بيصرخ بصوت عالي، وبتدخل عليه واحدة ست تانية أصغر من العجوزة، وبتقول إنهم يستعدوا لإقامة طقوس للتضحية. وبعد ساعات بيرجعوا الرجالة ومعاهم دوم، وبيكون وشه كده متصاب بكله كدمات واسمه كله دم يا صاحبي. وبيسأله لوك انت كويس يا صاحبي؟ فبيرد عليه وبيقول له ان هو شاف الناس دي في كابوس اللي حلم بيه، وبيشوفهم وهم بيضحوا بيه للوحش، وان هو بيدور على زوجته وبينادي عليها وهو بيموت. وبيقول له ان هو عارف ان هو قادر يموت هناك. وبيكمل كلامه مع لوك وبيقول له انه لسه عندك فرصة انك تهرب، وبيطمنه ان هو يهرب ويبدأ حياته من اول وجديد. وبعد فترة بيجوا الرجالة وبياخدوا دوم وبيعلقوه كده على المسبح اللي بنوه، وبيبدأوا في إقامة الطقوس بتاعتهم، وبيفضلوا يرددوا في كلام كده بينادوا بيه الوحش. ومع دخول الليل وهما مستنيين المخلوق الملعون، بيكون لوك بيحاول يفك نفسه، وفعلا بيقدر ان هو يفك ايده. وفي الوقت ده بنروح عند دوم، واللي بيكون المخلوق الملعون خرج من الغابة في صورة زوجته وهي جاية عشان تهديه، لكن لسوء الحظ فات الأوان، وبيكون المخلوق بيسحبه عشان ياخده داخل الغابة وبيقتله وبيعلقه على غصن الشجرة. وبنرجع عند لوكو اللي بيحاول لسه يفك نفسه، وبتدخل عليه الست الصغيرة وبتتكلم معاه، وبتقول له ان قريبتها السيدة العجوزة بتعبد إله قديم بيمنحها الخلود مقابل التضحيات بالدم، وبتقول له ان هو تم اختياره الانضمام ليهم بسبب انه جواه ألم كبير من التجارب اللي مر بيها، وبتعرفه انهم هيقدموه للوحش وانه لازم يركع قدامه اللي هيموتها، وبتسيبه وبتمشي. وبتشوف ان لوك قدر يفك نفسه وبينزل على الدور اللي تحته وبيمسك شعلة نار، وبيشوف مجموعة من الناس شكلهم مخيف ومرعب، وبيكونوا بيبصوا له وبيغنوا كده للآلهة بتاعتهم يا كفر ولاد الكلب. وبيفهم ان هم دول الناس اللي حصلوا على الخلود من الراجل ده. هو بيلاحظ ان اجسامهم غريبة وما فيهاش لحم، بس كلهم لسه على قيد الحياة، فبيقرر ان هو يقتلهم ويولع فيهم كلهم هم والاله بتاعهم بالنار. لكن بتدخل عليه الست العجوزة وعينيها كلها شر وبتمنعه يعمل كده، فبيضربها وبيوقعها على الأرض، وبيخرج بسرعة من المكان قبل ما يحسوا بيه بقية المجموعة. وبنرجع عند السيدة العجوزة وبنشوف إن مجموعة الوحوش أخدت الشعلة وحرقتها وبتموت، وبيموت معها شرها. وبنروح كده بسرعة نشوف لوك واللي بيكون لقاه بندقية صيد في الكوخ، وبيهجم عليه واحد من المجموعة دي فبيقتله لوك، وقبل ما يهرب بياخد في ايده فاس قبل ما يمسكه المخلوق، وبيخرج بسرعة وبيدور على الوحش الملعون اللي قتل أصدقائه. وفي اللحظة دي بيشوف وبيحاول يقتله برصاصة من البندقية ولكن ما بتأثرش فيه. وبنشوف لوك وبيحاول يهرب من المخلوق وبيجري داخل الغابة، وبيكون المخلوق الملعون بيطارده وبيسيطر على تفكير لوك وبيخليه يشوف ان هو رجع المتجر اللي مات فيه روب. وفي اللحظة دي يا معلم بيمسكوا الوحش وبيجبره ان هو يستسلم ويركع له، لكن لوك كان بيفكر في يوم الحادثة وان ازاي ساب صاحبه يموت من غير ما يساعده، وانه كان السبب في موته، وانه فعلا شاف نفسه جبان. فالوقت ده بيقرر ان هو لازم يقوم ويهاجم الوحش وانه ما يبقاش جبان ويستسلم. وفعلا بيضرب الوحش بالفاس لكن مش بتيجي في راسه، وبيقدر ان هو يهرب منه وبيطلع يجري بسرعة، وبيوصل لاخر الغابة وبيطلع لاعلى قمة وبيكون الوحش بيطارده. وبيلاحظ لوك ان الوحش ما بيقدرش يخرج بره الغابة، وبيطلع الصبح كده على لوك وبيكون قدر يخرج من الغابة. ومع آخر لقطة في فيلمنا بنشوف عربية من بعيد، وبيكون خايف من إنها تكون أوهام الوحش الملعون لسه مأثر عليه. أشوفكم بقى في العظمة اللي جاية. سلام.